هو انا المصور وهو انا المخرج وهو انا المنتج وهو انا الإديتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. اليوم خرجنا الى مقطع خارج المنزل. طبعا والله اول مرة اصور، لكن اذكر مرة صورت بس الشوارع مصور. طيب شوفوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم عدنا إليكم بمقطع جديد. فكرة المقطع يا طويل العمر، عندنا بيتزا دومينوز، هذا اسم المطعم، صعب حيل ما اعرفه والله. المهم يا شباب، بنروح بناخذ الوجبه، مو بالوجبه، بناخذ البيتزا من دومينوز. ارخص بيتزا ب 15 ريال. حلو، بيتزا خضار باخذها من عندهم. بعدها بتجه الى مطعم زين، باخذ من عنده ارخص شيء، ارخص بيتزا خضار باخذها من عنده، وبقارن بينهم. طبعا حبيت ان اخلي المقطع شوي خارجي، بس الاكل بيكون في الاستديو. نعم جدا، كلمه استديو تليق عليه حبيبي، ما يوقفون وسط الشارع. بنروح ناخذ الوجبه. اعتذر لان اول مقطع صراحه صوره برا، فالامور طيبه ان شاء الله، وبتعذرون ندري، وبنتطور وبنجيب منتج وبنجيب كل شيء، لكن شوي شوي حبه حبه الواحد يمشي. المهم المفروض انه في واحد يسوق عشان انا قاعد اطالع الكاميرا، لكن ما يمدي يعني. زين، فبنروح الحين دومينوز، ناخذ الدومينوز. ما ادري قلت اسمه عدل ولا لا. المهم نروح ناخذ البيتزا من عندهم. وبكم ما ادري، نفس الموقع ب 15 ولا تختلف ولا لا. فانا ميزانيتي 15. اقارن بينها، بشوف مطعم فخم ضد مطعم يعني متواضع. مو بسالفه انه مو فخم، لا بالعكس، بروح له ممتاز يعني مو شيء مخترع في الشارع كذا. اصلا مو باي احد يبي بيتزا يا حبيبي. المهم يا شباب الله يعافيكم، بنروح ناخذ من دومينوز الحين. وعاد تنسون ضبطونا باللايكات والاشتراكات. ما يحتاج اقول والله شكرا للدعم على اللي قاعد يصير، والله العظيم انه شيء جدا قوي، والسلسله ان شاء الله راح تتطور اكثر باكثر. وبالنسبه حقين فايفون جراند ان شاء الله الامور طيبه، بنجيكم كذا بنشطح لكم يعني، بين فتره وفتره بيكون في فايفون في جراند، وبندخل الدوار ونرجع بعد الدوار ان شاء الله. الزحمة يا شباب، حطوا لايك عشان الزحمة تخف، اشتركوا في القناة. والله زحمة غير طبيعية. شغلاتي موقف هنا، انا والله اني احصل موقف، بس ان شاء الله نلقى موقف. ولا كان ودي والله ان لم تضبطوا معنا، نرى المطلوب. الظاهر انه كعابي والله. انا نفس ذيك اليوم جيت ذا المحل واخذت مطاعم الشاورما كلها تقريبا هنا، ما في الا مطعمين برا، لكن الحين الظاهر انه يعني كعاب نفس ذيك اليوم. والله دخلت شاورما ودخلت كذا مطعم، في يدي اكياس شاورما ثاني، يعني ما ادري ايش التفسير حق ذا الكلام. ما في موقف يا شباب، كعاب الله يعافيكم. السلام عليكم يا شباب، والله العظيم اني تعبت ربع ساعة تقريبا عشان نستلم بيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. طبعا جبنا البيتزا الحين. التجربة لازم انها تكون مش وحنا نسوق، ولكن قعدت تقريبا 10 دقائق عشان تجهز، وسعرها 15 ريال تحديدا. سعر والله انه حلو، خضار ب 15، يبدو انها ريحتها يعني والله اني جعت، والله العظيم اني جعت. طيب ما هو مشكلة، الحين بروح. طبعا في حركه سويتها، واللي وهي اني طلب الحين بروح اخذها، بحيث انه ما اتاخر نفس ما تاخرت الحين. قاعده ذي خلاص، ذي خذها في التوب 1، اطلب وراح استلم على طول. لو ما جهز طلب كمش. نصيحه من عندي، نصيحة محب يعني يحب لكم الأشياء الحلوة. معناته محب يعني إنك أنت تحب لأخيك كما تحب لنفسك. ومعاكم الحكيم أو الشاعر علي سيد، إذا على رواقه حسر حتى شغل فاخر من الآخر أتوقع. هذا اللي ما نبي يصير إحنا. والله شكلها حلو يا عيال، إذا كلتها فاعذروني الله يهين. أنا أعتذر إنه لو إنه صار خلل في ذا المقطع، لأن والله العظيم إنه أتمنى تعذروني، أول مقطع نطلع فيه فلازم يصير فيه بعض الأخطاء الفادحة أو البسيطة. ولكن أنا الحين عندي نقطة بنوه عليها. أنا طلبت من المطعم حلو، هو بيتزا خضار حجم صغير، مو كبير، حجم صغير. كل اللي طلبته حجم صغير. المقارنة بشوف المطعم الفخم وش يعطيك، المطعم البسيط وش يعطيك، بس يعني مو مقارنة الرخيص ضد الغالي، لا هالمرة لا. يعني بشوف المطعم الفخم وش الفرق بينه، وين الفرق بين المطعم المتواضع، مو رخيص لا المتواضع. يعني مستحيل ان المطعم اللي بروح له يعني مو مطعم مرة يعني رخيص سعره تحت، لا سعره اتوقع انه متواضع. يعني اذا قال ب10 اوكي حلو السعر، لكن بنشوف الطعم. هل المطعم الفخم، طبعا انا متوقع توقع كبير ان المطعم اللي هو الفخم، المطعم الفخم بيطلع طعمه افضل. ليش؟ لان لا نكهة الخاصة لا عجينة الخاصة. لكن المطعم المتواضع يكون يعني شغل مش حالك، مش الليلة، تبع بطنك. طيب، وبندخل الدوار الحين ونلتقي بكم بعد الفاصل، او انه يطلع سعره على الاقل. ما بيشوف انه
مثلا يقول لي ب 15، لا وين ب 15 حجم صغير. يعني انا اشوف الحجم الصغير ب 15 سعر مقبول او جيد جدا، يعني حلوه سعرها 15. طيب الان النقطه السوداء، المواقف. هلو يا شباب، السلام عليكم. طبعا انا شريت من مطعمين، اللي هو مطعم طبيعي يعني مطعم متواضع، لكن للاسف المتواضع ذا طلع ان قيمته اقل من دومينز ذا 15 ذوك. والمطعم الاول ب 15، المطعم الثاني ب 17 وربع، المطعم الثالث ب 18. طيب ال 18 نبي نشوف شو وضعه، نبي نبدا من الرخيص للغالي. طيب يا شباب، انا قيمت قبل شوي وطلع التصوير شوي لك عليه. طيب الحين بقيم من جديد وبعطيكم كل التجربه الصحيحه، يعني ما راح اغير فيها ولا اجامل فيها او اعدل فيها نهائيا. طيب احنا عندنا 3 مطاعم، المطعم الاول اللي وهو دومينز او ما ادري والله ايش اسمه لحد الحين، المطعم الثاني مملكه المعجنات، المطعم الثاني مو مطعم نقول بوفيه او ذا الامور. طيب الاسعار، المطعم الاول سعره 15، المطعم الثاني 17 وربع، المطعم الثاني 18. صراحه الكافيتيريا مو بالكافيتيريا ومطعم شوي صدمني في السعر. ليش 18 ما ادري، لكن يعني يمكن لان خلينا نشوف اللي في المقطع الحين، بقيمها قدامكم، ما له داعي احرق عليكم ولا شيء. يلا ندخل. طيب احنا راح نبدا من ارخص شيء الى اغلى شيء تصاعديا. طيب هذا المطعم الاول، هذا البوكس، ما ادري اذا كان مو واضح قبل شوي. طبعا اتوقع ان الدليل يعني قدامكم 4 حبات تجي فيها. طيب العجينه مره رهيبه، مره حلوه، جدا موزونه، قاعد تشوفونها الان امامكم. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعطيكم التجربه من حي نعطيكم الحدث من تجربه، وتجربه من حيث الحدث. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. رهيبه والله يا عيال، والله جميله بدون مجامله. هذه مره ثانيه يعني اكلها، لكن شيء كذا والله. محشيه بشيء، اتوقع صلصه خاصه ذي او طماط او شيء، لكن رهيبه والله. الجبن ما تغير طعمه، الحين بردت لك ما تغير طعمه. شو العجينة؟ شو العجينة يا شباب؟ اتوقع كل شيء واضح لكم. طيب التقييم المطعم الاول كسعر 10 من 10 للمطاعم اللي بعده، كجودة جدا ممتاز، اعطيه صراحة 100%، لان كل شيء موزون، العجينة مرة حلوة، شيء رهيب والله. وفي النهاية ب 15 4 قطع، يعني تقريبا القطعة ب3 وشوي، اوكي يعني جيد، يعني مو سيء، ممتاز. طيب نروح مع المطعم الثاني. المطعم الثاني واللي وهو مملكة المعجنات. طيب مملكة المعجنات بالدجاج اخذتها مو بالخضار، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. صراحة انا اشوف مرة حلوة، يعني كجودة صراحة انا استغربت، يعني لحد الحين حارة. طيب تشوفون اتوقع اكلت منها قبل شوي واحدة، والحين بناكل الثانية، وبنعطيكم برضو التغيير ونفس التغيير، ما راح يتغير شيء. هذه قطعة البيتزا الإيطالية كما ترون أعزائي المشاهدين. يلا نبدأ بسم الله. رهيبة لكن حلوة حاطة، وحاطة أحلى والله. Very good. والله يا عيال
رهيبة. كطعم فل من الفل يعني 10 من 10. كعجينة شوي العجينة رهيبة يعني خفيف، لكن برضه حلوة، مو بحلوة تكون وسط المفروض. لكن عندي ملاحظة خفيفة على السعر، 17 وربع، اوكي 17 ريال، يعني احس انه مبالغ فيها. ما ادري اذا الكبير يعني مثلا بتقول لي ب 34 30 اوكي ما هو مشكلة، لكن كحجم الحين دي صغيرة تكفي شخص واحد بالكثير، اكثر من واحد ما ظنيت تكفي. يلا خلينا ندخل على المطعم اللي بعده. المطعم اللي بعده مو مطعم، كأنه نقول كافيتيريا. طيب ما شاء الله ما شاء الله، بيتزا الزيتون. طبعا شوفوا شكلها، عشان كذا انا سميت الزيتون. ثاني شيء الطماط احس انه كبير، شوفوا عبه كيف، احس ما ينفع بيتزا كذا تخلي فيها الطماط، بس اوكي حلوه مو بسيئه. انا شخص ما احب الطماط يمديني اشيله. الزيتون بهائل فيها صراحه. انا قبل شوي يمكن الحين برفع تقييمها شوي مو بحيل. طيب ترى هي المطعم ذا الكافيتيريا ارخص من اللي هو ارخص، اغلى من دومينوز واغلى من مملكه المعجنات. انا استغربت. طيب شوفوها، نقول بسم الله. فيها طعم الكمون تقريبا، وفيها زعتر. العجينة حليوة مو سيئة. طيب يا شباب، المطعم بقيمه 3 من 10 عشان العجينة. السعر ما يستاهل صراحة 18. يعني أنا أشوف إن مملكة المعجنات تتفوق عليه في العجينة وفي بعض الأشياء. يعني الزيتون ما بحلو انه يكون كثير على البيتزا، يكون متوسط يعني بين الكميه الكبيره وبين الكميه القليله، مو بحيل يعني. ما شاء الله يمكن لو اعدهم فوق ال20. فما يعني، لكن شوفوا تكفي ذي يعني واحد ونص، اكثر ما يجي. والى هنا يكون نهايه مقطعنا. لا تنسون اللايك والاشتراك، واذا تبون مقاطع اكثر انشروا المقطع في كل مكان، واكتبوا لنا تحت في التعليقات افكاركم واشياءكم الجميله. يلا سلام.